النهارده كابتن احمد الحنفي، العربيه بتاعتك معانا ما بقالها قد ايه؟ بقالها 2.5 سنين بالظبط. حلو. انا بقى عايز احكي قصه جامده في الموضوع ده. هو كابتن، انا طبعا كلكم عارفين ان انا زملكاوي وكابتن احمد اهلاوي، فانا ما كنتش اعرفه اصلا. هو زعلان عشان خسر الكاس. ده حقيقي. كابتن احمد لما جه اتكلم معايا ما قاليش اي حاجه ان هو مذيع او اي حاجه في الموضوع ده. قعدنا نتكلم يومين تقريبا، بيناقشني العربيه دي حلوه ولا لا، صح؟ اه فالمهم قلت له العربيه دي تمام. كان مؤيد الهافال من انا كنت البداية. مأيدها من الاول، قلت لك العربيه دي حلوه وليها مستقبل. المهم جالنا بعدها باسبوع تقريبا، عملنا العربيه. في هنا بقى نقطه مهمه، انا قليل قوي لما بطلع بجيب حد في السوشيال ميديا يعمل لنا، مش يعمل دعايه، يقول لنا رايه حتى على الاقل. بس كابتن احمد بعد ما جه وخلصنا العربيه وحاسب، فاجئني ان هو شغال في الميديا، وقال لي انا عايز اعمل معاك فيديو لان العربيه بصراحه انت بسطتني كده بمدح في نفسي. لا هو بصراحة أنا لما شفت النانو ساعتها أنا اتبسطت أكتر بقى بعدها بكام شهر كده وأنا ماشي، أما بقيت أحس إن العربية ممكن تبقى كلها تراب بخرطوم مية أديها المية وأركب العربية وأمشي، أبقى ماشي بقى بتلمع نفس الدرجة، يعني نفس الكلام كده، يعني ما بيبقاش كأني لسه عاملها. العربيه معاك كده تعتبر معاك زيرو من يا باشا. ما أيوه جبتها، صح؟ أيوه ده حقيقة. حتى الحكات بقى اللي هي الخفيفة، الحاجات ديت أنا بحس إن الدنيا معايا فيها أمان، فيها جزء من الأمان شوية. فبصراحه تسلم ايدك يا هندسه. ودلوقتي جينا عملنا حاجه تانية كده، ممكن الباشمهندس بقى يحكي لنا عمل ايه. لا انا بس عايز اتكلم في النقطه دي لان النقطه دي مأثره فيا بصراحه. اللي هي كابتن احمد بعد ما خلصنا العربيه وعملنا كل حاجه وحاسبنا، والنقطه دي لازم نركز عليها، حاسبنا. قال لي انا هعمل لك فيديو على السوشيال ميديا، فانا تمام شكرا يا هندسه وبتاع. قال لي انت، ما انت مش عارف انا مين؟ قلت له لا انا يعني ماليش علاقه بالميديا قوي. قال لي ماليش علاقه بالاهلاويه قوي. قال لي اوكي، فبعت لي الصفحه، قلت له انا عارف ان انت اهلاوي، انا ما كنتش عملت العربيه دي اصلا. فهو قعدنا بقينا اصحاب بصراحه. عمل لنا فيديو جامد قوي، وبامانه ربنا يبارك له. الفيديو ده كان سبب، على فكره انا اول مره اقول له المعلومه دي. حبيبي الفيديو ده كان سبب في شغل كتير على فكره حبيبي حصل. ربنا يخليك يا هندسه. بس ده يعني دي ما زقتنيش ان انا اجيب حد تاني في الميديا. والله مش مجامله يا هندسه، يعني انا بشوف الباشمهندس مصطفى من الناس اللي هي فعلا فاهمه. انا بحترم قوي اي حد بيحاول يطلع حاجه كويسه بغض النظر هو هيكسب كام او هيعمل كام. انا بشوف في مصطفى الجزئيه دي، يعني فانا بشوف ان الباشمهندس مصطفى من الناس اللي بتهتم قوي، يعني تيجي عنده تلاقيه يقول لك ده الماني وبيعمل كذا وبيسوي كذا، ده كذا وده في السوق كذا. فهو راجل متابع قوي في المجال بتاعه ومركز قوي في حته النانو سيراميك دي. عملوها مطه. فانا والله مش كلام، يمكن دايما بنزل لكم عندي على الستوري، ودايما بقول لكم عندي ان الراجل ده هو انا بالنسبه لي انا رقم واحد في النانو في مصر، لان انا بشوف ضمير الراجل ده في الشغلانه عامل ازاي. بس بالنسبه لي يا اخي الله يبارك لك. يعني الفيديو ده عاطفي بالنسبه لي اكتر على فكره من ان هو فيديو ترويجي او يتشاف او الناس تعلق عليه، لان فعلا الراجل ده ليه يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى حبيبي يا ليه فضل والله بجد في ان احنا انتشرنا اكتر واكتر. انت تستحق بجد والله. والمركز هنا سواء في الدقي او في التجمع او في اي مكان ليك، بصراحه ما شاء الله خدمه ممتازه، اسعار ممتازه. حد بيتقي ربنا في كل حاجه بيعملها المفروض يعني، والمنطقي الناس بتتقي ربنا، ربنا يكرمها، عشان كده ربنا بيكرمك يا هندسه يعني. يا اخي الله يبارك لك واحنا ربنا كرمنا بيك والله حبيبي يا هندسه. بصراحه مركز شيلد بلس هو بالنسبه لي، واكيد لو انت بتحب النانو، بتحب الجرافيت، بتحب الحاجات اللي زي كده في عربيتك، هيكون شيلد بلس هو رقم واحد بالنسبه لك، والاختيار الاول ليك في اي وقت.